ايه يا جماعة انتوا زعلانين؟ لا والله المفروض ما تزعلوش، يعني حاجة طبيعية جدا. يعني مدرب نازل في ماتش بنسبة 90% لو فزتوا انت خدت الدوري، نازل في الماتش ده بقى يلعب باتنين ارتكاز. فطبيعي جدا، طبيعي جدا لما يلعب باتنين ارتكاز وما يديش للماتش ده حقه وينزل يهاجم ويفرم الدنيا علشان الماتش ده لو فاز وخلاص هو خد الدوري. طبيعي جدا لانه ما اداش للماتش حقه، فطبيعي جدا انه يتعادل. الحمد لله، احمد ربنا انت وهو ان احنا ما خسرناش. ليه؟ لانه المدرب ما اداش للماتش حقه. ما اداش للماتش حقه ازاي؟ نزل لعب لك باتنين ارتكاز وجات له اكتر من فرصه يغير ويعدل، والقدر هو اللي غير له، يعني اصابات وبتاع جات لك اكتر من فرصه وبرضه ده انت طلعت الاتنين الارتكاز خالص وسبتها عايمه بقى على البحري. الشوط الاول انت نزلت، الاهلي لعب، عشان نتكلم كده ونقول اللي لنا واللي علينا. الاهلي لعب، نزل بصراحه، كان ماسك كوره، تحس كده ما كانش قوي في عشوائيه الكام ماتش اللي فاتوا، في بساط في بتاع. اي نعم برضو الاتنين ارتكاز انا حاسس في منهم مشكله، لكن برضو احسن كهجوم. اشرف بن شرقي ما جاش شويه بس، ها يعني برضو في لمسات وهمزات، وكرة جت في العارضة وامام عاشور ضيع كرة والدنيا حلوه الشوط الاول. لكن القدر بقى، يحيى عطية الله يتصاب، مش مشكله، في كريم الدبيس بره الحمد لله. يقوم مخرج يحيى عطية الله ومنزل كريم الدبيس، عدل ربنا تمام. ويكمل الشوط الاول على كده وينتهي الشوط الاول. وزي ما قلت يعني الاهلي شكله كويس، لكن برضو الريتم عايز يتسرع شويه، عايز قرصتين ودن، تزعيقتين كده للعيبه بحيث ان الدنيا ايه تشتغل شويه والفرص اللي بتضيع دي ما تضيعش. لكن يا معلم القدر مرة تانية، كريم الدبيس اللي لسه نازل مفيش ربع أو تلت ساعة مش هيبدأ أصلا الشوط التاني عشان هيخرج مصاب. طب أنا كعبد الرحمن والله قلت دي حاجة كويسة. ليه حاجة كويسة؟ لأن هو مش هيبقى عنده غير اتنين سيناريو. أول سيناريو إن هو هيطلع كريم الدبيس وينزل محمد عبد الله وزي ما احنا تمام. تمام. تاني سيناريو بقى، واللي ده يعني محتاج دماغ المظات شوية، اللي هو يلعب بأكرم توفيق وينج باك تمام، وينزل حد في نص الملعب. وفعلا هو عمل كده، وانا فرحت انه ان شاء الله ما شاء الله الحمد لله مستر كولر استخدمها وهيعمل كده. لكن الفرحة ما تكملش يا معلم، يقوم منزل لك في وسط وجود محمد مجدي قفشة وعمرو السولية يلعب لك بأحمد رضا. يا راجل، أحمد رضا؟ يعني لا السولية عاجبك ولا قفشة عاجبك؟ طب ليه؟ ده أهم مركز، ده المركز اللي بيوصل لك الناس اللي ورا دي والناس اللي قدام دي، هو ده اللي بيربطهم لك ببعض. تقوم كده احمد رضا؟ هو الراجل كتر خيره جاب جون وانقذنا من حفلة كانت بص هتبقى حفلة. لكن عمل ايه تاني طول الماتش؟ عمل شوية كوميديا يعني تموت من الضحك، يلف حوالين نفسه، يرجع الكرة باصة غلط اوت وحاجات غريبة وعجيبة. فانت يا مستر كولر حتى القدر بيقول لك نزل لعيب وسط ملعب يحرك لك الدنيا شويه كده زي قفشه ولا حاجه. عندك مشكله شخصيه مع قفشه، نزل عمرو السوليه، وفي جرينتا كده وفي شخصيه وفي روح وبتاع، برضه ممكن ينزل يشد لك نص الملعب شويه. لا، نزل احمد رضا. طبيعي، طبيعي تتعادل او تخسر. ده بالتفكير ده والعقليه دي طبيعي تتعادل او تخسر. احمد رضا انا قبل كده قلت ممكن يكون لعيب كويس لكن مش في الاهلي، مش شخصية الأهلي، مش شخصية مباراة قوية زي دي. عمل ايه؟ شفنا النهاردة كان خايف، تحسه نازل قلقان، مش عارف يلعب، مش عارف يتحرك. اللهم انه جاب جون، حاجة كويسة جدا 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 انه يعملها في ماتش زي ده، لكن ما ادانيش اللي انا عايزه برضه. يسكت مستر كولر في العك على كده وخلاص بقى يقول انا عكيت بما فيه الكفاية وحاول اعمل حاجة بقى عدلة؟ لا، يقوم يا معلم مطلع لك اشرف بن شرقي اللي هو ما كانش موفق، ودي يمكن احسن حاجه كولر عملها النهارده، ومنزل لك طاهر محمد طاهر. فيقوم عمل لك حاجه حلوه جنبها على طول، معاها على طول حاجه تانية كارثيه. حسين الشحات الوحيد اللي بيتحرك مع وسام النهارده،
الوحيد اللي بيشغل وسام النهارده. طلعه بينزل الناشئ محمد عبد الله. مباراة لو انت فزتها بنسبة 90% انت بطل الدوري المصري. يقوم مطلع حسين الشحات ومنزل محمد عبد الله. وعايز تكسب؟ بتهزر. انت عايز تكسب؟ كنت عايز تكسب ماتش النهارده بالاحداث اللي انا بقولك عليها دي؟ عايز تكسب؟ انت طماع بصراحة. طب سكت على كده؟ لا، ما سكتش. هو تقريبا حس ان احنا متضايقين من موضوع 2 ارتكاز وكده، وقام عامل ايه بقى؟ قام مطلع لك الارتكاز التاني خالص، شالهولك بقى من الملعب خالص عشان تشتري دماغك، وقام منزل لك جراديشار ويلا ورا. سبهلله على الله حكايتها، مفيش حد يغطي ورا، وفي نص الملعب بس احمد رضا. عايز تكسب؟ كنت عايز تكسب ماتش النهارده ده وتفوز وتفرح ودوري وكده؟ ازاي بقى؟ اقنعني، انا عايزك تقنعني ازاي. طبيعي والله، نتيجة طبيعية جدا جدا جدا، واحمد ربك ان انت ما خسرتش، علشان بالعك كده كانش ينفع يحصل حاجة غير انك يا تتعادل يا تخسر. لا تبديلات صح، ولا تشكيلة صح، ولا اداء. انا مش شفت يعني تبديلاته. انا كان فعلا الاداء الشوط الاول كويس، لكن الشوط التاني خلت الملعب نام. اللعيبة في حالة من الركود، محدش بيتحرك، محدش عارف يحرك حد، محدش عارف يباصي لحد، في توهان، في مس باص كتير، نص الملعب رايح في داهية. طبيعي اللي حصل ده النهارده، طبيعي. اشتغلوا امتى واتحركوا امتى؟ لما جه فينا جول. طبيعي عليه العوض ومنه العوض. هل معنى كده ان الدوري راح؟ طبعا بنسبة 90% راح، لكن في مكسب من ورا اللي حصل النهارده. مستر كولر كفاية، مش هينفع بأي حال من الأحوال، مش هينفع. يا نهار أبيض، احنا عندنا كمان أسبوع سان داونز. لا لا لا، مش هينفع. وانت تتحمل مسؤولية ضياع الدوري، ومجلس الإدارة يتحمل مسؤولية ضياع الدوري، بس انت تتحمل المسؤولية بنسبة 80%، علشان انت مش الماتش ده بس اللي عكيت فيه في التشكيل. انت عكيت في الماتش ده، وعكيت في ماتش الزمالك، وفي أول الدوري بتاع 5 تعادلات متتالية وحاجة نيلة من أول الدوري الأخير. فمستر كولر انف. في كاس عالم، في دوري ابطال افريقيا للمره الثالثه على التوالي، وفي ليفل عالي جدا. اللي انت بتعمله ده مش هياكل معاه باي شكل من الاشكال. لازم مجلس الاداره يتحرك باسرع وقت ممكن، عشان الوقت اصلا ضيق جدا. انت خلاص الاسبوع الجاي افريقيا، شهر كمان وعندك كاس العالم، فانقذ اي حاجه. لو انت معتمد على كولر في انه ياخد لك افريقيا للمره الثالثه على التوالي، فانت بتحلم. فانت بالمنظر ده انت بتحلم. ده رأيي، لازم نتحرك بأسرع وقت ممكن. سلام عليكم.